الخوف من اني افقد المعلومه او تجيلي المعلومه متاخر. فومو fear of missing، وكاني عايزه دايما ابقى عارفه كل حاجه بتحصل في كل بلاتفورم، فطول الوقت عماله اجري ما بين الابلكيشنز المختلفه. ان انا ابقى خايفه من انه حاجه تفوتني او حاجه تروح مني، ده هيستدعي ان انا طول الوقت هبقى ماسكه التليفون في ايدي وبلف من هنا لهنا 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 لهنا. ده بيبرمج المخ على ان هو يكون مدى استيعابه قصير. بشوف هنا برد، بشوف هنا بعلق، بشوف هنا بدي لايك، بشوف هنا بعمل كذا، بس انا ما بحاولش ان انا الموضوع يطول معايا. فالمخ بتاعنا بيبتدي يبقى درجه انتباهه وتركيزه في اي موضوع ما عادش ياخد 10 ربع ساعه، 10 دقايق لربع ساعه، ده كتير عليه قوي. هو يا دوبك لحظتها وخلاص، دقيقتها وخلاص. فعشان كده ده ساعات بيبان لنا في الاطفال الصغيرين وكأن عندهم تشتت انتباه، عمالين يجروا من حته لحته لحته لحته. كتير قوي من الامهات بتستسهل انها تدي التليفون لابنها ولا لبنتها الصغيرين عشان هي تعرف تعمل اللي هي عايزاه. ده مش صحي يا مدام. حضرتك اديله اي حاجه يشتغلها بايديه احسن ما انك انت تديله مجرد ان هو تسكرول او مجرد ان هو يسواب. الفكره بتاعت انه الخبر واول اكون واحد يعرفه عشان انشر للناس او ابقى انا عارفه، دي بتخلينا ساعات ما نعرفش نركز. ودي شكوى بسمعها كتير في العياده. انا ما اقعدش بركز يا دكتور. اقول لها التليفون في ايدك قد ايه يا مدام؟ تقول لي طول اليوم. اقول لها طب سيبيه كده لمده ربع ساعه. اتخضيتي؟ دي ربع ساعه، ده مش وقت طويل. بس ابتدي عودي نفسك انك تتحركي في البيت من غير ما التليفون يبقى في ايدك. اتعودي انك انت تتحركي لفترات اثناء اليوم جوه بيتك من غير ما يكون معاك التليفون. النوتيفيكيشنز اللي انتوا طول النهار عماله تين 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 تين، هتركز في اللي انت بتعمله ازاي؟ وانها تظهر لك على السكرين 3 بعتوا لي لايك و2 بعتوا لي كومنت و5 بعتوا لي مش عارفه ايه ده. طب انا كده على طول بديستراكت ماي سيلف، انا على طول بشتت نفسي، انا على طول ببص على الناحيه الثانيه. يبقى اللي في ايدي المفروض اشتغله مش واخد كل اهتمامي. لو احنا عايزين نحسن من قدرتنا على الانجاز والاستيعاب لازم نبعد السوشيال ميديا فترات محدده، وكل ما كنا صغيرين في السن كل ما كانت الفترات دي اطول عشان يبقى في فرصه ان احنا نشغل دماغنا ونحافظ على القدرات الذهنيه اللي عندنا.